اكتشاف أقدم جسر مر على البشرية. وين؟ بذي قار، ومدينة كاملة تحت التراب. حلقة جديدة من برنامج رحلة ذي قار، خليكم ويانا. مدينة قرسو، وهي مدينة سومرية تقع على بعد 25 كيلومتر من مدينة لقش في محافظة ذي قار، وتسمى حالياً بتلو. مدينة ننقرسو اللي تعتبر العاصمة الدينية لمملكة لقش، وهاي المدينة جدا مهمة تاريخيا لهاي المملكة، لأن هي مركز عبادة الإله ننقرسو. تم اكتشاف هذا الجسر بال1800 من قبل البعثة الفرنسية، والتنقيب بدأ بهاي المدينة بال2015، توجهت له بعثة بريطانية برفقة فريق عراقي، وتم تنقيب هذا الجسر اللي يعتبر أقدم جسر بالتاريخ، ومبني بطريقة فخمة من الطابوق والقير، وتصميمه على شكل هلالين واحد عكس الثاني، وهنا كان يمر فرع من فروع نهر الفرات، وكان يفصل ما بين جهتين، لهذا تم بناء الجسر. وانبنت هاي المدينة خلال فترة العبيد من قبل ما يقارب 4200 سنة، وصارت مدينة ذات قوة وسياسة واقتصاد خلال حكم سلالة لقش. وتم اكتشاف معبد مبني من قبل الملك كوديا اللي يعود إلى الإله نينقرسو في مدينة قرسو السومرية. وتم اكتشاف 800 قطعة أثرية، أرسلت جميع القطع المكتشفة إلى المتحف الوطني في بغداد. واللوح المسماري التكريسي تم اكتشافه بموقع يعود للمعبد، كتب عليه: برعاية الإله ننقرسو بنى كوديا شيد الأمير كوديا معبد الإينينيو. يعني كل هاي القاع هسه اللي واقفين عليها، هاي اكو جواها مدينة مدفونة. يعني يمكن أنا واقف هسه فوق بيت، أو واقف على مكان امتداد لهذا المعبد. اليوم كنا بمدينة الإله ننقرسو. أشوفكم بحلقات جديدة من برنامج رحلة ذي قار.